بالشكر إلى قائد مسيرتنا ورئيس جمهوريتنا الذي قدم لمصر في هذه الفترة إنجازات لم تحدث من قبل، فرعاه الله وزاده توفيقا على توفيق. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الأحد الموافق 6 نوفمبر لعام 2022 في شرم الشيخ المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تستضيف مصر الفترة من خلال 6 نوفمبر إلى 18 نوفمبر الحالي بشرم الشيخ، التي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخي في تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغيير المناخي المدمرة. بشرم الشيخ انطلقت أعمال الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعدد من القادة ورؤساء الدول العربية والأوروبية. تناقش قمة المناخ بشرم الشيخ اليوم عدد من القضايا المهمة بخصوص المحافظة على البيئة والحد من التغيرات المناخية الحادة التي تسبب في كوارث الجفاف والتصحر والفيضانات وحرائق الغابات والأزمات الصحية والغذائية والهجرة غير الشرعية وغرق عدد من المناطق الساحلية نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأبحار والمحيطات. ويبدأ الجزء الأول رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات بقمة المناخ، حيث إنه من المتوقع أن يصل رؤساء الدول والحكومات إلى شرم الشيخ اليوم مساء والاثنين صباحا.